يقولون إن حب الأم لا حدود له، لكن ماذا يحدث عندما يصبح هذا الحب قفصاً لا تستطيعين الخروج منه؟ اسمي مدام سحر، عمري 46 سنة، عندي بنتين وولد. طول حياتي كنت فاكرة إن دوري الوحيد هو إنه ضحي عشان أولادي وجوزي، بينما أحلامي كانت تموت بصمت. بعد ما والدها متزوج عليا وسابهم هو كمان، أنا اللي بقيت وحدي. اشتغلت جوه البيت وبره البيت، وكل لحقة تعب كانت على كتفي. كنا نعدي شهور صعبة جدا من غير أكل ولا راحة. كنت دايما أخبي عنهم الصعوبات وابتسم وأقول ماشي الحال، ماما هتحل كل حاجة. لكن جوايا حاجة كانت بتتكسر. طليقي كان رجل أناني من البداية، لكن اتربيت على إن الست الصالحة تصبر، صبرت على الجوع، على الذل، على ليالي طويلة كنت بضحك فيها عشان أولادي ما يحسوش بحاجة. كل ما أبدأ مشروع صغير أو أجمع فلوس عشان نرتاح، هو كان يدمر كل حاجة. لكن ولادي كانوا بيحبوه جدا، وكانوا دايما يسألوا عنه، وما كانوش يتقبلوا إني أتكلم ضده. كنت أقول لنفسي مادام هما مبسوطين أنا هتأقلم. بس التأقلم لوحدك سنين طويلة بيدي نتيجة واحدة، إني بدأت أمرض. تعبت نفسياً وجسدياً. قررت أنا وجارتي صديقتي نبدأ مشروع أكل بيتي. ترددت كتير، لكن لأول مرة حسيت بأمل صغير. كبرنا المشروع من غير ما نتوقع. صفحة فيسبوك ساعدتنا جداً وجبنا متابعين كتير. بقت عندنا مطعم صغير لكن مشهور. الفلوس بدأت تدخل والحياة بدأت تتحسن. اشتريت لأولادي كل حاجة كانوا نفسهم فيها، وبدأت أحس إني أخيراً بعمل حاجة لنفسي برضو. لكن بالتدريج تعب السنين بدأ يظهر على صحتي. ما عدتش أقدر أقف كتير. ما كنتش أعرف إن اللي جاي أصعب بكتير. خليني أحكي لك إيه اللي حصل بعد ما المشروع كبر وجوزي قرر يضربني في أضعف لحظة. هل تعتقدين إنه زوجي ساندني بعد كل السنوات دي؟ ولا فاجأني بقرار دمر كل حاجة بنتها؟ تابعي الجزء الثاني عشان تعرفي الصدمة اللي غيرت حياتي للأبد. لما الفلوس بقت كتير والمطعم بقى معروف، ظننتي إني أخيراً حياتي هتبقى مستقرة. لكن الأيام علمتني إن الراحة مش نصيبي. طليقي اللي كان فاكراه هيتغير فضل نفس الشخص الأناني. كنت سبته هو اللي يمسك حسابات المطعم والمصاريف عشان أحافظ على كرامته قدام ولادي وقدام الناس، وكنت أغطي أي نقص عشان ما يحسش بالتقصير. كنت بشتغل جوه وبره وأتعب وأمرض وهو قاعد على فلوسي من غير ما يحرك سكتة. كنت دايما أقول هو أبو العيال وخلينا نكبره قدامهم. لكن في يوم من الأيام دخل علي وقال لي الجملة اللي لم أتوقعها أبدا: اتجوزت؟ هتفضلي معايا برضو، لكن أنا خلاص اتجوزت. لأول مرة في حياتي حسيت إنه كل صبري كان غلط، مش عشان أتجوز بس، لكن عشان أسلوبه الخالي من أي احترام. صممت على الانفصال ورفضت أكمل. قال لي مش هطلقك غير لما تدفعي لي مبلغ كبير، ودفعت عشان أشتري حريتي. وبعد الطلاق بقيت أنا المسؤولة عن كل حاجة لوحدي: المطعم، البيت، الأولاد، صحتي اللي بتتدهور يوم عن يوم. جارتي اللي كانت شريكتي كبرت في السن وبدأت تعبانة، فبقيت أنا اللي بشتغل ورديات وبنزل بنفسي أجيب كل حاجة. تعبت جدا لدرجة إني دخلت في مرحلة اكتئاب حادة ما كنتش عارفة أخرج منها. في وسط كل ده قررت إني أجيب حد ثقة يمسك الحسابات ويخفف عني. جبت رجل محترم في الأربعينات من عمره، كان منفصل عن مراته بسبب ظروف مادية صعبة. أمين، ذوق، مهذب، وبيخلص كل حاجة بأمانة. مع الوقت اتعودت على وجوده وبدأت أتعلق بيه. لأول مرة أحس إن في حد بيشوف تعبي وبيعترف بيه. كنا بنقعد نتكلم كتير وبنشارك أفكارنا، واكتشفت إنه إنسان راقي وسند حقيقي. اكتشفت إني أحسيت معاه بالأمان اللي حرمني منه طليقي سنين طويلة، وبدأت أفكر إنه يمكن ده الشخص اللي يستاهل إني أكافح معاه. لكن ولادي شافوا الموضوع بطريقة تانية خالص. هل الأولاد وافقوا على سعادتي لأول مرة، ولا فاجئوني برفض قاسي جبرني أتخلى عن اللي بحبه؟ الجزء الثالث هيكشف ليكي رد فعلهم الصادم. لما حسيت إني مستعدة أفتح قلبي لأولادي بخصوص الرجل اللي حبيته، كنت متخيلة إنهم هيفرحوا لأني أخيراً لقيت حد يريحني. لكن اللي حصل كان عكس كل توقعاتي. أول ما قلت لهم إني عايزة أرتبط بيه،
ثاروا زي ما يكونوا حافظين الكلام. ما ينفعش تتجوزي خالص، وهتدمرينا، وعايزة تعملي فينا إيه؟ كلام قاسي جدا من أولاد أنا ضحيت بعمري عشانهم. أنا اللي سهرت وسافرت وتعب ومرضت وما خدتش يوم راحة، ولا مرة فكرت إنهم يرفضوا سعادتي بهالقساوة. وقفت مكسورة مش عارفة أتكلم. حتى الرجل اللي كان معجب بيا قرر يمشي من الشغل ويقدم استقالته عشان ما يحطش نفسي في موقف صعب. رحت له أرجعه لكنه رفض. قال لي أنا مش عايز أكون سبب في خناقك مع ولادك. وفعلا راح. المرة دي ابني الكبير جاب لي شاب تاني شغال عندي، صديقه من الكلية، شاب محترم جدا. ظروفه صعبة، أبوه متوفي وبيصرف على أهله كلهم. استضفته عندنا في أوضة فوق السطح عشان أريحه في الشغل والدراسة. مع الوقت قرب مني ومن ولادي، بقى زي فرد من العيلة. بدأت أهتم بيه أكثر، أجيب له هدايا وآكل وأزود مرتبه من غير ما حد يعرف. هو كمان أظهر مشاعر تجاهي وقال لي إني كنت سبب نجاحه وإنه يتمنى يقعد معايا طول عمره. لكن ولادي تاني وقفوا ضدي وخشوا في خناقة كبيرة، وابنهم الأكبر ساب البيت وقطع علاقته بيا تماماً. لكن دي المرة اللي حسيت إني مش هقدر أتخلى عن نفسي تاني. كان عندي شقة فاضية وجاهزة، قررت إني أروح له فجأة من غير ما أعلم حد ومن غير ما أقول لأولادي. خدت شنطة هدومي وخرجت. هو استقبلني وإحنا الاتنين قررنا إننا نتجوز، وفضلنا 3 أسابيع. كانت أحلى أيام حياتي. حسيت إني أخيراً عايشة مبسوطة ومرتاحة، كأني رجعت 20 سنة ورا. هل استمرت سعادتي ولا كان في مفاجأة أكبر بكتير مستنياني؟ وهل أولادي هيسامحوني ولا حياتي هتقلب رأساً على عقب؟ اعرفي الإجابة في الجزء الرابع. عشت معاه 3 أسابيع وكأنها حلم. أخيراً لقيت إنسان بيحبني من قلبه، بيحترمني وبيشوفني أنا مش مجرد خدامة أو مصدر فلوس. ولأول مرة حسيت إني ست مش أم أو زوجة مهملة. هو شاب صغير، فارق السن بينا حوالي 20 سنة، لكني كنت مبسوطة ومش فارقة معايا الدنيا. بس لما رجعنا البيت ابتدت المصيبة. أولادي كلهم رفضوا الكلام معايا وخشوا في خناقات يومية. قرروا فجأة إنهم يلموا شنطهم ويمشوا عند أبوهم ومراته الجديدة. قلت لهم أبوكم اللي سابكم وأنا اللي ربيتكم لوحدي. لكن مفيش حد سمعني. راحوا وسابوني، وأنا كنت عارفة إنهم مش هيرتاحوا هناك. مرات أبوهم مش هتطئهم. وفعلا بعد كم أسبوع سمعت إنه طردهم من البيت بسبب المشاكل الكتير. راحوا عاشوا عند جدتهم، وكل يوم كانوا يرفعوا علي قضايا خناق ونكد. كل ده وأنا لسه متجوزة من جديد ومبسوطة، بس قلبي موجوع على غيابهم. بقالي سنين بحلم بفرحتهم وهم سابوني عشان راجل جابلي سعادة عمري ما شفتها قبل كده. في وسط كل العك ده تعبت جدا. روحت لدكتور وإذ بالصدمة أنا حامل. نعم، حامل في سني ده. عمر ما توقعت يحصل كده. المفرح إنه جوزي اللي معايا فرح جدا جدا، ما كانش مصدق. وهنا اتأكدت قد إيه هو بيحبني بجد، وأنا برضو بحبه من قلبي. اكتشفت إنه في سعادة ممكن تكون في لحظة متأخرة. قررنا إننا نكمل سوا مهما حصل. لكن ولادي بقوا بعيدين عني ومش طايقين الكلام. أنا عايزة أعيش اللي باقي من عمري مرتاحة، بس برضو مش قادرة أستغنى عن أولادي. كل يوم بتصل بيهم ولا حد بيرد. كل يوم بدعي ربنا يهدي قلوبهم، وأنا مش عارفة أعمل إيه. هل أضحي بحبي عشان أرضيهم ولا أتمسك بآخر فرصة سعادة في عمري؟ هل هقدر ألم شمل عيلتي تاني ولا هضطر أختار بين سعادتي وأولادي؟ وهل حملي هيكون سبب في فرحة ولا هيزود الخناقات؟ الجزء الخامس هيديك التفاصيل الصعبة. الحمل كان خبر صادم بالنسبة لي، لكنه كان سبب إن جوزي تمسك بيا أكتر. بقى بيحضني كل يوم ويقولي إنتي أهم حاجة في حياتي. وأنا فعلا حسيت إني مبسوطة، إن في حد أخيراً بيحبني، مش عشان الخدمة لكن عشان أنا مين. بس في نفس الوقت ولادي بعيدين، مش عايزين يشوفوني ولا يكلموني. واحد فيهم ساب الشغل والتاني راح عاش مع جدته نهائياً، والبنتين بقوا يردوا ببرود. تعبت نفسياً. بقيت أتخيل إنهم هيرجعوا يوم ويقولولي سامحينا يا ماما، لكن كل ما اتصل بيهم يرفعوا السماعة. الغريب إن طليقي اللي سابهم واتجوز عشان حياته هو دلوقتي بيظهر بمظهر الأب الحنون قدامهم، بيكلمهم ويقول لهم ماماكم سابتكم، مع إن هو اللي سابنا كلنا.
بس عشان يبقى هو الصح بيكذب عليهم، وأنا قدامهم ولا كأني عملت حاجة. يعني أنا اللي كفحت وتعبت وعملت مطعم بإيدي وفلوسي أبقى الغلطانة؟ أنا اللي اتربيت على إن الزواج خلاص انتهى واتجوزت تاني بعد عناء سنين أبقى الخاينة؟ الظلم كان بيوجعني كل يوم أكتر من التاني. جوزي حبيبي شاف تعبي وقرر يروح هو يكلم ولادي. راح قعد معاهم وقال لهم أنا محترم ماما بتاعتكم وعايز أكون أخ ليكم مش أب، ما كملش عليكم. لكنهم رفضوا الكلام ورموه برضو بالخارج. هنا حسيت إني لازم أختار. أنا 46 سنة، صحتي بدأت تضعف وفي طفل جوايا بيحتاج راحة نفسي. مش هقدر أكمل عيشة بلاستك عشان أرضيهم وأنا مش مرتاحة. في اللحظة دي قررت إني أتمسك بحياتي الجديدة، لكن القرار ما كانش سهل. كل ما أشوف صورتهم أو أتذكر ضحكتهم قلبي ينفطر. بس كمان مش قادرة أرجع لحياة كنت فيها خادمة مش شريكة، وحاسة إني لازم الوقت يداوي الجروح. والمفاجأة اللي جت بعد كده كانت أكبر من أي حاجة توقعتها. هيعيشوا حياتهم كلها زعلانين مني، ولا مع الوقت هيتفهموا؟ وهل طليقي هيسيبهم في حالهم ولا هيكمل تسميم عقولهم؟ الجزء السادس والأخير هتشوفي فيه النهاية الحقيقية لقصة صبر مدام سحر. بعد شهور من القطيعة أخيراً حصل اللي كنت بحلم بيه. تواصلت معايا بنتي الصغيرة سراً. قالت لي ماما أنا وحشة قوي ليكي، أبونا مش سايبنا في حالنا، وبابا الجديد انتي عارف لما قعد معانا كان محترم قوي. هنا عرفت إني كنت صح. الأيام بتجذب الكدابين، والحقيقة بتظهر دايماً ولو بعد حين. بقيت أكلم بنتي كل يوم، وبدأت أسأل على ولادي الباقيين من خلالها. كانوا لسه زعلانين، لكن الحمد لله بيبصوا للتلفزيون في ناحيتي. في نص الشهر السابع من حملي حصل موقف خلاني أقف أمام نفسي. جوزي راح اشترى هدايا لولادي وقال لي روحي حديهم بنفسك، حتى لو مش هيكلموكي بس يعرفوا إنك فكرتي فيهم. رحت البيت جدتهم ولقيت ولادي كلهم مجتمعين. حطيت الهداية قدام الباب ودقت جرس ومشيت. لقيوني ونادوني استني يا ماما استني. وقتها معرفتش أتحرك من كتر البكاء. أولادي حضنوني وكلهم بيبكوا. قعدنا ساعات بنتكلم وبنعتذر لبعض. قلت لهم أنا مش هسيبكم، بس أنا كمان عايزة أعيش. وفهموني النهاردة أنا عندي بنت صغيرة جنبة من جوزي، وولادي الكبار بيزورونا دايما. طليقي اتجوز وطلق كمان مرة بسبب أنانيته، وولادي بقوا عارفين مين اللي ضحى عشانهم. تعلمت إن التضحية مش إنك تحرقي نفسك عشان حد، حتى لو كان ولادك. التضحية الحقيقية إنك تعيشي صح عشان تقدري تديهم من كمان. النصيحة اللي بقولها لكل أم زي حالاتي، ما تخليش حد حتى ولادك يقفوا قدام سعادتك. الحياة مرة واحدة ومحدش هيرجع يديلك اللي راح. القصة مش نهاية طريق، لكنها بداية جديدة. ربنا بيجبر بخاطري كل يوم بضحكة بنتي الصغيرة وبلمحة حب من عيون ولادي الكبار. وكل ما حد يسألني نادمة أقول لأ، نادمة إني أضعت سنين عمري في الصمت، مش نادمة إني أخيراً لقيت صوتي. أتمنى كل ست تحلم بالسعادة تلاقيها. أنا عايشة بحب وبتعلم أحب نفسي بعد ما نسيتها سنين طويلة. لو كنتي مكاني كنتي هتختاري سعادتك ولا سعادة أولادك؟ وهل التضحية طول العمر تستاهل أبداً؟ حكيني رأيك في التعليقات، وادعي لمدام سهار تعيش الباقي بكل حب وراحة.